السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل النهارده اكلة النهارده. كان غدا النهارده عبارة عن رز بسمتي وفراخ كده بالبصل والتتبيلة، وتحتيها شوية بطاطس وجزر كده. بصراحة بتبقى أكلة جميلة وخفيفة في يوم ما نبقاش عايزين ناكل اكل تقيل فيه يعني. هنا كان ابني جاب الخضار، ما كانش عندي معظم الخضار، فخليته ينزل يجيب شوية خضار وكده بقى هبتدي ان انا اوضب للاكل. هنا التتبيله دي بتاعه الفراخ عباره عن طماطم وبصل وفلفل اخضر، ماشي، وليمون. هنا بضرب الكبه دي يا جماعه، عندي بقالها كتير قوي، قديمه لدرجه ان هي مكسوره على فكره وطلعان عينيها، بس هي كينود وبجد يعني ماركه محترمه يعني، بقالها كتير، بقالها اكتر من 13 سنه الكبة دي عندي وما اشتكتش ومكسورة، وبعمل بيها يوم مكسورة وزي الفل شغالة يعني. فهنا التتبيلة عبارة عن طماطم وفلفل وبصل، تمام، وليمون اهي. ادي الخلطة، وهنضيف لها شوية البهارات دلوقتي. على فكرة الفراخ المغسولة دي انا هبقى انزل فيديو عن طريقة غسيل الفراخ بس يعني لان الموضوع كبير بالنسبة لي يعني. هنا اهو بجيب الخلطة اهو، وهجيب هنا التوابل عبارة عن بقى، عن ملح وبابريكا وكمون. الخلطة دي بتحتاج الكمون، الفراخ عامة بتحب الكمون، وكزبرة وفلفل اسمر. تمام. واديني هو بعصر عليها الليمون. الفراخ يا جماعة بتحب الكمون يعني، خلي بالكم يعني، بس متحطوش برضو كتير عشان ما يمررش الحاجة. ماشي. وهنا بقى ببتدي ادعك الفراخ كويس جدا بيها، وابتدي بقى ادخلها كده ما بين الجلد واللحم كويس جدا، التتبيله كويس جدا. تمام. اهو. ولو عايزين تعملوا، انا هنا عملت في صينيه كبيره، دي كانت الغلطه الوحيده يعني، هي كانت محتاجه صينيه اصغر من كده. ولو عايزين تكتروا الصوص كتروا يعني. انا بيهمني بس ان انا اتبل الفراخ بيها، ويعني شويه صوص كده جنب الرز الاصفر. تمام. اهو بعملها كويس جدا، وبعد كده هسيبها بقى في التلاجة تشرب بقى من التتبيله براحتها يعني. تعملي مثلا الموضوع ده من الصبح، ماشي، على ما تيجي الغدا مثلا تحطيها في الفرن تبقى زي الفل. اه حطها في التلاجة وغطيها. وهنا طبعا بعقم الترابيزه بعد الفراخ، انا الفراخ بتعملي وسوسه فبقوا دايما زي ما انا قلت قبل كده، بقوا خلوا معقم دايما في المطبخ. هنا بقى ببتدي اجهز للرز. هنا الرز بعمله ببصل وبصل. هنا المبشرة دي يا جماعة يعني هي مش احسن حاجة على فكرة يعني، ما تفتكروش ان يعني المبشرة العادية احسن، دي بصراحة متعبة شوية، او يمكن انا مش عارفة استعملها، بس يعني هي متعبة شوية. هنا بدل ما اعمل الكبة تاني، فقمت بصراحة ضربة بشرة البصل زي مع الجزر يعني وكده، عشان عشان انجز يعني. ماشي. ادي المقادير بتاعت الرز واهو. بصوا بقى، الرز بيحتاج قرنفل. في ناس ما بتحطش قرنفل، مع اني انا بشوف ان القرنفل ده اهم حاجة في خلطة الرز. قرنفل وقرفة. انا ما كانش عندي قرفة عواد، فاستعملت قرفة بودرة وحبهان وورق وورق لوري. اهو بنزل الحبهان والقرنفل وورق اللوري في في البتاع، ومعاهم برضو القرفه. ولو عندك عواد قرفه هتبقى برضو كويسه واحسن، بس لو ما عندكيش شويه بودره صغيرين. شايفين بقى البتاعه دي هايله يا جماعه. هي كوره كده بتيجي، بتبقى للاعشاب، بتبقى للحاجات بتاعه الشوربه، بدل ما بما اني انا هعمل رز يعني وكده، بس علشان القرنفل والحبهان ما يضيعش جوه الرز، ونبقى نبقى محتاسين، او يجي تحت ضرس حد وكده ويبقى متضايق منه. تمام. فالموضوع ده بجد هايل هايل هايل. انا انصح ان انتوا تشوفوا الكرة دي فين وتجيبوها. هنا شوحت البصل وشوحت الجزر كويس جدا بعد ما كنت مشوحه البهارات، وبعد كده ابتديت ان انا اقلبهم. على فكره وهنا الفيديو سريع، بس الحاجات دي بتاخد تشويحه يعني. شوحي البصل كويس وشوحي الجزر معاه كويس لغايه ما يتبلوا، وبعدين حطوا الرز. وهنا اديني حطيت الرز، والكركم ده بقى اللي هو بيدي اللون الاصفر، بحطه في في الشوربه، ما بحطهوش مع ضمن البهارات. وخلي بالكم يا جماعه ما تحطوش كركم كتير، عشان الكركم بيمرر. لما تيجي تعملوا اي حاجه فيها كركم ما تحطوش كتير، عشان الكركم بيمرر. ولو عندك شوربه اسقيها بشوربه، ولو ما عندكيش شوربه ممكن تحطي قطعه ماجي، زي ما انا زي ما انا حطيت. هنا البطاطس دي بعملها علشان الفراخ. هنا كنت نسيت، افتكرت ان انا نسيت احط الملح، فحطيت الملح قبل ما الرز المفروض يتغلي يعني، بس انا نسيت، فقمت الحمد لله لحقته فحطيته. هنا طلعت اهو الفراخ من التلاجة،
وهبتدي بقى ايه اقطع عليها شويه بطاطس شويه جزر، عايزه تخليها بس كده بالبصل بتاعها تمام، بس انا بحب بصراحه اقطع معاها بطاطستين وجزرتين كده تحت يشربوا مع التتبيله دي. مش صينيه بطاطس، صينيه البطاطس حاجه تانية، ودي مش صينيه بطاطس بيضه برضو، صينيه البطاطس البيضه حاجه تانية. دي فراخ متبله في الفرن، قعدت في التتبيله كده مثلا ساعتين ولا حاجه، يعني مينيمم اقل حاجه تعدي مثلا ساعه عشان تشرب من التتبيله كويس. وهنا جبت صلصه جاهزه وقمت ايه حطها كده على وش الفراخ، دهنها على وش الفراخ عشان تبقى مديه لون حلو، وعملتها ايه برضو دهنتها ايه زيت من فوق. واديني اديني هحط ورقه الزبده والفويل عشان نبتدي نحطها في الايه في الفرن، تكون محميه الفرن كويس جدا ماشي. وبتقعد في الفرن حوالي بقى ساعه ولا حاجة، يعني بتهيألي مش أقل من ساعة، لغاية ما تاخد ايه سواها براحتها، تجسيها كده كل شوية لغاية ما تلاقيها استوت، وبعد كده تحطيها تحت الشواية. هنا هبتدي اعمل السلطة بتاعتي. السلطة بتاعتي عبارة عن خيار وطماطم وفلفل، ما بحبش احط سلطة قبل كده على السلطة ولا بصل ولا بقدونس. السلطة اللي بتاعت الاكل العادي ما بحبش يعني بجد بتبقى احسن من غير بقدونس ومن غير بصل. تمام، خلوا البقدونس والبصل لما تكونوا عايزين تعملوا كفتة مثلا بعيش او حاجة، انما السلطة اللي هي بتاعت الاكل العادي رز بتاع الكلام من ده، ده افضل مكونات ليها يعني بصراحة. والفلفل على فكرة الاخضر بيدي فعلا طعم حلو قوي، ولو عندك فلفل الوان ايه برضو ايه حلو يعني. خلاص تمام. كده انا جيني اهو، انا ليه ليه صورت وانا بقى يعني انا الفيديو متجري في الفراخ ومتجري في الرز الاصفر وجيت عندنا والفيديو بطيء قوي. هنحاول نسرع الحتة دي ماشي. المهم يعني ادي الطماطم. عايزين تعملوا على فكرة طحينة برضو جنب الاكلة دي اعملوا. عايزين، وساعات برضو بعمل معاها سلطة زبادي بالخيار، وبرضو بتبقى جميلة قوي. سلطة الزبادي بالخيار بتبقى بتبقى خفيفة عن الكولي سلو، يعني انا بحب سلطة الزبادي بالخيار عن عن سلطة الكولي سلو. هنا بقى احاول اجري الفيديو كده بعدين نشوف الدنيا. وادي كده عندي السلطة خلاص جهزت. هبتدي كده بقى اروح اشوف الفراخ. ايوه، هنا شفت الفراخ لقيتها خلاص استوت، بشيل اهو ورقة الزبدة، لقيتها خلاص كده هي كده استوت، يعني كأنها كده خلاص البطاطس استوت والفراخ استوت. كده هحطها تحت الشواية تاخد تاخد لون. وهنا خلاص كنت عملت السلطة وحطيت عليها بهاراتها ماشي، اللي هي فلفل اسمر وكمون يا ولاد وسكر وخل. دي المقادير بتاعت السلطة، بس انا نسيت اصورها. هنا ادي صينية الفراخ، بصوا بقى جميلة طلعت على فكرة، الصوص تحت البطاطس وكده وجميلة. في حتة ورك عشان بس محدش يعلم، في حتة ورك محروقة بس دي الجلدة يعني عادي. وادي الرز. كنت انا بصراحة مستعجلة في في الاكل ان انا اطلعه يعني وكده، عشان زوجي والاولاد كانوا فعلا جعانين فصورت الحتة دي بسرعة. وادي الاكلة جميلة 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 خفيفة، شوية رز مع شوية مع حتة فرخة، وممكن حد ياخد بطاطستين مع الصوص بتاع الفراخ ده جميلة، وشوية سلطة كده حلوين جنبها. عايزة تعملي سلطة زبادي اعملي، عايزة تعملي كول سلو اعملي، عايزة تعملي الرز برز بسمتي اعملي، بس انا بفضل الرز المصري عشان البسمتي بيبقى لسه محتاج غسيل وبتاع، يعني بيبقى ليلة كبيرة بصراحة يعني في موضوع النقع والغسيل. فبحب الرز الاصفر، وكمان ده طعمه بيبقى احلى بالنسبة لي من الرز البسمتي، بس دي طبعا على حسب راحتكم. شكرا جدا على المشاهدة، ويا رب يكون الفيديو كان خفيف ولطيف وعجبكم وفاتكم، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.